كل اللي حواليّا بقى عنده شغل تاني بجانب شغله، طب هو لازم يبقى عندي دخل تاني والّا أنا كده باقلد الناس وخلاص؟ بُص، مش معنى إن الناس كلها بتعمل حاجة إنك لازم تعمل زيها، بس برضه فكرة إن دخلك كله مرتبط بمرتب واحد ده ممكن يقلقك، صح؟ لإن أي مشكلة في الشغل هتأثّر على حياتك كلها، أنت متخيل؟ وفي نفس الوقت لو فتحت على نفسك كذا حاجة مرة واحدة ممكن انت تتعب وما تنجحش في ولا حاجة، صح؟ طب انا المفروض اعمل ايه؟ اول حاجة واهم حاجة ما تبدأش حاجة لمجرد انها ماشية مع الناس. يعني ايه الكلام ده؟ شوف انت شاطر في ايه وايه اللي انت تقدر تكسب منه بجانب شغلك. اتنين، لو سمحت ابدأ بحاجة صغيرة شوية وفي وقت محدد انت فاضي فيه، وخلي هدفك الأولاني للي انت هتعمله ده ان الدخل يشيل جزء من مصروف ثابت كل شهر عندك. تلاتة، اوعى تخلي الشغل الزيادة اللي انت هتعمله يجي على شغلك الأساسي، وافتكر دايما ما تخليش حياتك كلها واقفة على مرتب واحد، فاهمني؟